جبت لِك بقى السر اللي بيخلّي البسبوسة تشرب الشربات بتاعها كده من الحلواني نفسه، شايفين ما شاء الله البسبوسة بتاعتي شاربة شرباتها ومرملة جدًا وطرية، طرية جدًا، جدًا، جدًا. هاقول لِك بقى السر هو حاجة بسيطة أوي، لكن بتفرق في الوصفة جدًا. شايفين ما شاء الله مرملة جدًا، جدًا وبتتقطع بكل سهولة إزاي؟ هنعملها مع بعض في خطوتين 2 بس مش أكتر من كده. حاجة كده لو أول مرة تدخلي المطبخ هتعرفي تعمليها وهتطلع منِّك ناجحة من أول مرة. تعالوا نشوف اتعملت إزاي، مكوناتها كلها إن شاء الله تكون من البيت وحاجة بسيطة أوي، هو ده السر اللي باقول لكم عليه. أنا هنا معايا نُص كيلو من دقيق السمولينا أو دقيق السميد، هاحط عليهم ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو أو بيكربونات الصوديوم، حاجة كده لا تُذكر، حاجة بسيطة جدًا، جدًا، ربع معلقة صغيرة. هانزل عليهم ب160 جرام من السمنة البلدي. أهم حاجة في البسبوسة إنِّك تعمليها بنوع سمنة يكون كويس، بلدي بقى أو نباتي زي ما أنتِ تحبي. هابتدي أبِث بقى المكونات كده في قلب بعضها، اللي هي المكونات الجافة اللي إحنا حطيناها، السميد والبيكربونات والسمنة، هابِثّهم كويس أوي وهادخّل السمنة في كل ذرة من ذرات السميد، زي ما أنتم شايفين كده. دي الخطوة الأولى، زي ما أنتم شايفين السميد بتاعي شرب كل السمنة بتاعتي وبقى كده تمام أوي. هنشيله بقى على جنب كده لحد لمّا نعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية بقى وهي المواد السايلة، هابتدي أجيب 160 جرام من الحليب، ممكن تستبدليه بمَيّة وهتديكِ نفس النتيجة بتاعة الحليب، مش هتفرق خالص في الوصفة. تاني حاجة هنا معايا عسل كلوكوز أو عسل نحل أو شربات تقيل بتاع الكنافة والبسبوسة مش هتفرق كتير، أنا هنا مستخدمة عسل نحل اللي هو العسل الأبيض، وكمية العسل هنا 100 جرام، يعني حوالي كوباية إلا ربع من العسل. أو من الشربات، ومعايا كمان 160 جرام من السكر الحبيبات. هابتدي أقلّبهم تقليبة بسيطة كده وهارفعهم على النار، يا دوب بس المكونات تدخل في بعضها والسكر يدوب، هو كده بيكون جاهز. أنا عايزة الخليط بتاعي ده يكون دافي مش سخن، لو سخن معانا هيخلّي البسبوسة بتاعتنا تعيّش، يعني تبقى زي العيش وناشفة كده ومش هتشرب الشربات بتاعها. هاضيف كمان نقطتين من الفانيليا السايلة، ممكن تستخدمي أي نوع فانيليا أنتِ تحبيه. هاقلِّب بقى المكونات كده مع بعضها زي ما أنتم شايفين، شايفين كل حاجة اختلطت مع بعضها كده، هابتدي أجيب المكونات الجافة اللي إحنا بسّيناها بالسمنة، هاضيف عليها المكونات اللي إحنا عملناها اللي هي المكونات السايلة. هاقلّبهم بقى تقليب بسيط، وهنا خطوة مهمة أوي إنِّك تعرفيها، إن أنتِ ما تقلّبيش، أنتِ مش بتعجني، يا دوب بندخّل الخليط في بعضه مش أكتر من كده، يا دوب بندمج السميد والسمنة والمواد السايلة كده مع بعضها، مش أكتر من كده. شايفين أنا هنا ما قفلتش المقطع ده علشان أورّيكِ قد إيه أنا ما أخدتش وقت في التقليب ده، شايفين هو كده تمام أوي، ما تبالغيش أبدًا في التقليب. هابتدي أجيب بقى صينية مقاس 30 وهادهنها كويس أوي بقطعة من الزبدة أو قطعة من السمنة، المهم إن هي تكون سمنة بلدي أو أي نوع سمنة إحنا بنحبه، بس السمنة البلدي بتفرق كتير أوي في الطعم. هانزل بخليط البسبوسة اللي إحنا جهزناه زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي بقى أوزع البسبوسة بتاعتي في الصينية الاسباتيولا بتاعتي، أو ممكن أبل إيديا بشوية مية وابتدي أمشي إيديا كده على وش البسبوسة أو على سطح البسبوسة من فوق. زي ما أنتم شايفين. المهم بقى دلوقتي إن أنا أخبط البسبوسة خبطتين كده على الرخامة بتاعتي علشان تكون متساوية من جميع الجهات. شايفين هي كده مضبوطة أوي وزي الفل. في الوقت ده هاخد البسبوسة بتاعتي أدخلها التلاجة لمدة 15 دقيقة علشان حبات السميد تنفش وتشرب كل السوايل بتاعتها، وبالتالي هتبقى طرية أوي لما تطلع في الآخر. بعد 15 دقيقة هاجيبها وابتدي أقطعها بقى التقطيع اللي انتي تحبيه. أنا قطعتها مربعات عادية خالص زي ما انتم شايفين. في الوقت ده باكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. البسبوسة من الحلويات اللي بتدخل على درجة حرارة عالية وبعدين نهدي الحرارة بعد 10 دقايق من دخولها الفرن. في الوقت ده بازين بقى البسبوسة بتاعتي علشان تكون اقتصادية بالسوداني، ممكن تزينيها بأي نوع مكسرات انت تحبيه، أو كمان ممكن تسيبيها سادة كده برضو تكون جميلة جدا ومش هتفرق كتير أبدا عن المكسرات. زي ما انتم شايفين كده هاكمّل كل الكمية بنفس الطريقة دي، وبكده أنا كمّلت الكمية كلّها. هابتدي أدخّل الصينية بتاعتي زي ما قُلت لكم على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق، وبعدين هننزّل الحرارة ل180 يا دوب تحمَر بس من الأطراف، هنبتدي نرفعها على الشواية لحد لمّا تاخد الوش الدهبي بتاعها. في الوقت ده بقى وهي في الفرن هابتدي أجهّز الشربات، واللي هو عبارة عن كوبايتين من المَيّة زي ما أنتم شايفين كده، عليهم كوباية ونُص من السكر، السكر يكون حبيبات، الحبيبات بتاعته تكون
حبيبات ناعمة لكن مش باودر، حبيبات ناعمة، كوباية ونُص من السكر على كوبايتين من المَيّة وعليهم عصير نُص ليمونة، هارفعهم على النار يا دوب تغلي، هاطفي النار بعدها بحوالي دقيقتين. شربات البسبوسة بتاعنا بيكون ساخن وكمان البسبوسة بتاعتنا بتكون سخنة، بنشرّب البسبوسة بتاعتنا بالشربات الساخن، الشربات هنا ما بيبقاش بارد. دلوقتي أنا طلّعت البسبوسة بتاعتي من الفرن بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ما شاء الله هي كده ممتازة، مثالية بمعنى الكلمة. هابتدي أسقي البسبوسة بتاعتي بالشربات اللي إحنا عملناه، زي ما قُلت لكم الشربات هنا بيكون ساخن مش بيكون بارد. شايفين ما شاء الله البسبوسة بتاعتي بتشرب الشربات بكل سهولة وبسرعة إزاي، معنى كده إن هي بسبوسة ناجحة جدًا، 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 ومضبوطة أوي. هي كده شربت كل كمية الشربات اللي معانا، هابتدي أغطّيها بس لمدة حوالي ربع ساعة، في الوقت ده هابتدي أمشّي كده على الخطوط اللي إحنا عملناها في الأول. شايفين ما شاء الله ناعمة وطرية أوي. عايزة أقول لكم إن الولاد عندي ما كانوش صابرين أبدًا إن أنا أخلّيها لتاني يوم، فاضطريت إن أنا أفتحها كده بعدها بحوالي ربع ساعة أو حوالي تِلت ساعة، ده بيكون شكلها كده شايفين؟ أنا ما استنيتش عليها إن هي تبرد، ده شكلها كده بعد ربع ساعة، قد إيه القطعة ماسكة نفسها وقد إيه طرية لسه وجميلة جدًا ومثالية فعلًا، ومش بتتكسر كده وإحنا بنشيلها، شايفين عاملة إزاي؟ شِلت القطعة بكل سهولة، وكمان حطيتها في الطبق بكل سهولة ما اتكسرتش مني ولا أي حاجة، شايفين؟ يا سلام بقى لو سِبناها ليلة كاملة وكلناها تاني يوم، كمان بتكون أفضل وأفضل، لكن بصراحة الولاد عندي ما كانوش صابرين أبدًا، شايفين ما شاء الله في منتهى الجمال، بسبوسة مثالية، صدقيني أنتِ لو أول مرة بتدخلي المطبخ حرفيًا هتعمليها من أول مرة. بس امشي على الخطوات والمقادير اللي إحنا قُلناها، باوعدِك هتبقي أستاذة في عمايل البسبوسة، لازم تجرّبيها بالطريقة دي، وهاسيب لِك كل المكونات تحت في صندوق الوصف، ويا ريت لو وصلتِ لحد هنا تدعمي القناة بلايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لِك مننا كل جديد إن شاء الله بنقدّمه.